فاكر البنت اللي انت قلت عليها قليلة الادب لما جارك قالك ان انا هروح اخطبها، ولما سمع كلامك شال البنت من دماغه؟ وصاحبك اللي قالك عليها انها بنت شمال، صاحبك ده كذب عشان هو كان عايز يكلمها وهي مرضتش ترد عليه. عايز اقول لك ان خطوبتها في رقبتك. طب فاكر قريبك اللي عينك جت في عينه وهو ما سلمش عليه وانت اتقمصت وخدت منه جنب وعملته عدوك، بس انت ما تعرفش ايه اللي كان عنده يوميها كان عنده مشكله كبيره جدا، سرحان ولا هو خد باله منك ولا من اي حد. طب فاكره جارتك اللي جت في مناسبه معينه عشان تبارك لك وجابت لك هديه بس بسيطه شويه، قلت عليها انها بخيله وان انت جبت حاجه اقيم واغلى وانضف من اللي هي جابتها؟ على فكره هي مش بخيله، هي ما كانش معاها فلوس وقتها واضطرت انها تستلف مبلغ بسيط من حد معين عشان خاطر تحاول تجيب لك الهديه البسيطه عشان ما تباركلكيش بايديها، وده كان اقصى حاجه ممكن تعملها لك وقتها وانت اتكلمت عليها بالوحش. طب فاكر ابوك لما قال لك هجيب لك هديه معينه بعد نجاحك او بعد حاجه معينه وهو ما جابش الهديه وانت خدت جنبه مقموص وعمال تقول بين نفسك ان انا ما عادش عندي ثقه في كلامه وكلام من ده؟ عايز اقول لك هو كان ناوي يجيب لك الهديه بس الفلوس اثرت معاه بالزياده، وهو على فكره زعلان اكتر منك ومستني اي فلوس تجيله عشان يجيب لك حاجه تعوضك عن اللي هو كان وعدك بيه. صديقي زعلان على نفسه، فبالله عليك ما تزودش الحمل عليه. ودانك للناس، الناس بقت نفوسها وحشه قوي. وخليك فاكر آية ربنا وخليها دايما في حياتك، إن بعد الظن اسم.